وبعد ما نزلت الجزء الأول لقيتكم طلبتوا الجزء التاني وكتبت أسامي تاني، فأنا قلت هعمل لكم الجزء التاني، وهو ده الجزء التاني من تقييم سكنات المتابعين. ونبدأ بأول سكن معانا. ايه ده؟ معلش، ايه السكن ده؟ يعني من أولها كده احنا عاوزين سكنات مش انا عارفه اللعبه تجرح مشاعر كده، بس يعني ايه ده؟ طيب مينفعش نكيمه ده. طب 4 من 10. لا ده وحش اوي. ونشوف السكن اللي بعده يمكن يكون احسن. واو، ما هذا البلد الرشيق الرائع الصراحة، يعني حلو. سكنك حلو كده، وولد يعني جامد. هديلك 7.55. ده تقييمي. لازم الحنكة برضو في الموضوع. اوكي سكنك حلو. هديلك 7 من 10. 7 من 10 حلو، يعني حلو. هو بسيط شوية، بسيط اوي يعني. تعالى هنا كده، استنى احنا نقف هنا بقى. السكن ده حلو كده. احنا يعني ده اكتر سكن حلو لغاية دلوقتي. السكن ده تقييمي ليه 8 من 10. سكن حلو كده وجامد. هل السكن اللي بعده هيتفوق ولا لا؟ وده اللي هنشوفه بقى. اوه السكن ده الصراحة بسيط وحلو. يعني الصراحة ده مش مكلف قوي، يمكن تقريبا في الشهر، بس يعني مخليه جامد. فالصراحة هل انا اكسب ده ولا ده؟ اكسب ده الصراحة. ليه؟ لان ده مش صارف كتير، مخلي يعني فاهم، خلي الشكل جامد. الصراحة ده يكسب ب8.5. تقريبا زي السكن التاني مش صارف، بس مخلي الشكل حلو. فهديلك برضو 8.5 من 10. فالصراحة في تعادل. في نهاية الفيديو لازم نحكم بواحد بين الاتنين، وهتشوفوا في نهاية الفيديو بقى مين اللي هيكسب. وتقريبا مفضلش غير سكن، ونشوف ايه هو. يصد شين يعني صيني يعني. يعني متوقعين ايه من واحد صيني يا جماعة؟ اطلع يا ابني برا، يا ابني اطلع برا. 2 كمان من 10. معلش يعني، بس انت ايه ده بقى؟ ان شاء الله يا عم، ايه ده؟ دلوقتي بقى اللحظة الحاسمة اللي هتحسم